بعد المستوى الطيب الذي يقدمه لاعب عبد الرزاق حمد الله مع ناديه الاتحاد منذ عودة دوري روشن السعودي بعد مونديال قطر وتألقه في مبارياته الأخيرة وحصوله على رجل المقابلة ولاعب الحاسم في نهائي السوبر السعودي ضد الحيفاء. كما تألق الساطي وسجل ضد زملاء رونالدو. وبعد نهاية المشكل القائم مع نادي النصر والحكم لصالحه من طرف الطاس قبل مونديال قطر، قام نادي اتحاد جدة بالتجديد لهدافه ونجمه عبد الرزاق حمد الله لغاية سنة 2025. كما قام اللاعب المغربي بنشر بوست عبر حسابه الرسمي في الانستغرام يعبر فيه عن سعادته ببقائه في نادي الوطن والشعب، ويتمنى من الله السداد والتوفيق لإسعاد الجمهور.